واش ليله واحده ممكن تغير حياتك بالكامل؟ مسلسل ذا نايت اوف من انتاج اتش بي او ماشي غير قصه جريمه، بل نقطه سوداء في نظام القضاء الامريكي. ظلم والعداله اللي غتكون ضبابيه. ناز خان شاب باكستاني حياته كانت عاديه، اجت ليله 15 ابريل 2016 اللي غيرت كلشي. لقاء عابر مع بنت غامضه في المدينه، وفي الصباح لقاها مقتوله وهو ما فاهم والو. كيفاش واحد طالب بريء في نيويورك تحول للمتهم الوحيد في وحده من اخطر القضايا. الشرطه في البدايه ما كانتش متاكده، ولكن مع الوقت لقاو فيه المتهم. ولكن واش هو بصح القاتل ولا مجرد ضحيه فخ اكبر؟ السجن ما كانش مناسب لشاب بحال ناز، من بريء المتهم. ولكن واش هو فعلا المجرم ولا مجرد ضحيه للنظام؟ في وسط الحبس الحياه تتغير، كيواجه الظلم بشكل مختلف، وتم الانتقال من التحقيقات للمحكمه، واللي كانت لحظه حاسمه في القضيه. جونستون محامي مريض غريب، ولكن عنده يقين واحد ان ناز يستاهل فرصه باش ينقلب عليه الوضع. ولكن القصه ما كانتش واضحه، كانت كطرح تساؤلات حول الحقيقه والعداله. في ذا نايت اوف ما كاينش شخص بريء او مذنب فقط، كاين شخص محكوم عليه يواجه العالم باسره. المسلسل هذا ماشي غير جريمه، هو درس في التشويش، في الواقع المظلم لنظام العداله. في الاي ام دي بي خدات 9/10، وفي روتن توميتوز 96%. لكن السؤال الحقيقي، واش تبعنا الحقيقه ولا مجرد متفرجين على قصه اللي كتبين الخوف من الظلم؟ ذا نايت اوف يقدر يبدل النظره ديالك، وتقد تكتشف باللي العواقب ماشي ديما كما كنتوقعوها. واش كنتو كتعتقدوا ان ناس بريء او ان الحقيقه استفنات في مكان اخر؟ كتبوا لي في التعليقات، وما تنساوش الاشتراك والضغط على جرس الاعجاب. الى اللقاء في الحلقه الجايه. مرحبا بكم في سيناريو تيفي.